كده ازيكم عاملين ايه؟ رمضان كريم عليكم جميعا. هنتكلم عن حاجة بسيطة جدا النهاردة. الفكرة اللي كانت عندي من البداية، هي فكرة إن إحنا نعمل إيفنت، زي الإيفنت اللي كنت لو حد متابعني من زمان كنت بعمله، إن هو كنا بنروح مثلا جامعة حلوان أو أيا كان، أي جامعة مثلا فيها طلبة الآداب جغرافيا. كنت بروح مثلا عندي محتوى، وكان بيتقدم عن السيلف ليرنينج او التعليم الذاتي، والمهارات اللي المفروض تكون عند الطالب وهو في الجامعه، بحيث ان هو في الاخر يعرف ان هو يكون في سوق العمل الخاص بالجي اي اس. وده كانت اجتهادات شخصيه مني، يعني ما كانش آه، ما كناش بنعمل يعني حاجه جامده وقتها. مجرد كنا عندنا شويه معلومات جميله بس، وحابين ان احنا نشاركها مع الطلبة اللي في سني وكده. عشان كده قررت بعد فترة كبيرة، المجال بقى فيه حاجات كتير جدا، أكتر من برودكت وأكتر من سوفت وير وأكتر من جوب تايتل أو مسمى وظيفي. الفترة دي المجال، أنا بدأت المجال في 2016. دلوقتي احنا في 2023، الموضوع اختلف شوية، بقى في زي ما قلنا جوب تايتلز كتيرة، بقى في شركات كتيرة، بقى في حاجات كتيرة بتحصل قدامنا، تطورات. عايزين برضو نفهم الدنيا اكتر، وازاي ان احنا نبدأ دلوقتي، وازاي ان احنا نشوف ايه هي المسميات، وايه هي الوظائف اللي موجودة والشركات. لان انا اختفيت برضو فتره ورجعت تاني بسبب الخدمه العسكريه وكده. معاكم محمد جمال جاد، محاضر نظم معلومات جغرافيه بقالي تقريبا 6 سنين. اتعاملت مع عدد كويس يعني من الشركات، سواء شغل، سواء تدريب صيفي، انترنشيب او انترنشيب ده لو في يعني حاجه شركه تقيله شويه، وتدريب صيفي ده لو في شركه قطاع حكومي. والاتنين كانوا موجودين يعني. قطاع التخطيط تبع وزارة الري. شركة حاليا أنا بشتغل فين؟ بشتغل في شركة بنتابي، لو حد برضو يسمع عنها. وهي شركة كبيرة يعني في المجال، وبشتغل فيها application and operation support solution engineer. طبعا التايتل ممكن يكون تقيل شوية أول مرة تسمعه، بس هفهمك في الدنيا التايتلز اللي موجودة في المجال بقت رايحة بينا لفين برضو في المحاضرة دي. الأجندة بتاعت اليوم أو المحاضرة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هي حاجات بسيطة جدا. هنتكلم يعني إيه نظم معلومات جغرافية، كأنك أول مرة تسمع عنها، أو لو هتقول لواحد معدي في الشارع عايز تكلمه عن الجي اي اس، أكيد محدش بيفهمنا. يعني أي حد بيقول لك أنت بتشتغل إيه ولا بتعمل إيه بتاخد وقت عشان توصلها له، فهحاول إن أنا أوصلها لك بشكل بسيط بحيث إن أنت تفهم برضو الجي اس بشكل لذيذ ولطيف جدا. وفي نفس الوقت برضو أعرفك الجي اي اس من خلال 3 نظرات للجي اي اس: النظره بتاعه الجامعه، والنظره بتاعه الكارير او سوق العمل في مصر، وكمان النظره الاخيره. ودي من خلال انا شايف ممكن ان انت تعمل ايه، او تروح فين، او تتعلم الجي اس، او تشوفه من انهي وجهه نظر. كوجهه نظري الشخصيه يعني عادي، ممكن تقتنع بيها وما تقتنعش، دي حاجه ترجع لك. تاني حاجه، مسميات الوظيفيه في مجال النظم المعادله الجغرافيه، وبالاخص هنتكلم عن الجوب تايتلز في مصر. نكمل الاجنده بتاعتنا. بعد كده هنتكلم برضو عن ازاي ان انا ابدا الكارير بتاعي، وايه هي احسن طريقه امشي عليها عشان ان انا اشتغل في المجال. اخر حاجه هتكلم فيها عن السوفت سكيلز اللي في المجال عندنا، او مش المجال عندنا عموما. هو عشان ان انت تشتغل اي شغلانه لازم يكون عندك مهارات شخصيه عموما، بس ايه المهارات اللي انت تركز عليها في مجالنا ده برضو هقول لك عليه. نبدأ مع بعض بسم الله. يلا نبدأ.
هنتكلم في أول حاجة عندنا النهاردة، وهي يعني إيه نظم معلومات جغرافية أو الجي اي اس. مش هقول لك الجي اي اس كتعريفه الجامعي أو كتعريفه في أي مكان. أنا هتكلم معاك شوية دردشة عشان نفهم الموضوع بشكل بسيط. الجامعة لو هتخش الجامعة وعايز تتعلم الجي اي اس، فبشكل بسيط وعن تجربة شخصية، الجامعة كانت بسيرش وانا في 2016 في سنه اولى لسه كليه اداب جغرافيا، جامعه القاهره. الجي اي اس هو ماده بتدرس في الترم الثاني في سنه تانية، وبيتوقف كمان على ان انت تخش شعبه تحت مسمى شعبه الخرائط. ان انت تجيب تقدير تقريبا جيد او جيد جدا خلال السنه الاولى والثانيه في الدراسه. وكمان في مواد بتكون برضو اسمها مواد شعبه، زي الخرائط الكونتوريه، وزي مواد اساسيات الخرائط. كانوا 4 مواد عموما يعني. فالمواد ديت لازم تجيب برضو فيها تقدير على الاقل جيد. تمام. الدنيا بتخش بعدها شعبة الخرائط، وبتدرس مادتين تحت مسمى برضو الجي اي اس. طب تمام، جميل جدا. ايه المحتوى اللي بيتقدم في الجامعة؟ محتوى الجامعة في نظم معلومات جغرافية يؤهلك ان هو يخرجك شخص يقدر ان هو هيعمل رسائل علمية كويسة جدا. هتقدر تعمل خرائط للمناخ، هتقدر تشارك في ان انت تعمل يعني ابحاث علميه، هتقدر ان انت تبقى كارتوجرافر لو عايز برضو. لكن مش هتأهل خالص الحته بتاعت سوق العمل دلوقتي من ناحيه الجوب تايتلز الموجوده او المتطلبات اللي الشركات محتاجاها. يعني من الاخر هتوفر لك ان انت تعمل خرائط، شخص بيعرف يعمل خرائط، وما بتديش نولج كبيره قوي من ناحيه الحاجات التكنيكال، لان اغلب المسميات بتدرس في الجامعات المصريه او على ايامي كانت بتدرس بالعربي، وكان المحتوى ضعيف بشكل يعني كبير جدا. فالجامعات مش هي المصدر الاساسي، بس لازم ان انت تاخد شهاده. برضو ما بقولش لازم قوي، بس انت فاهم يعني بتاخد المعلومات النظري الاساسيه الاكاديميك، ودي حاجه لازم تكون عندك برضو عشان يكون عندك الباك جراوند القويه دي، لان هتحتاجها لو انت ما درستش برضو في الجامعه جي اي اس. هتحتاج بعد كده ان انت تتعلمه فيما بعد بقى. ده بالنسبه للنظره بتاعه الجامعات للجي اس. وللاسف برضو هنلاقي ان اغلب الصفحات او الاماكن اللي بتدي كورسز للجي اس بتاخد الجنب ده، بتاخد جنب الخرائط، ان هي بتدرس سكيلز للطالب اللي بياخد كورس ان هو يرسم خرائط كتيره. لكن الفكره ما بقتش خرائط او رسم، لان الرسم والخرائط ده جوب تايتل واحد بس، وهو الكارتوجرافر. وغالبا ما بقاش مطلوب اصلا في مصر غير نادرا. ممكن يكون طلب من شركه او شركتين خلال 2022 مثلا يعني. ما اظنش ان انا شفت مسمى كارتوجرافر ده الطلب او الشخص اللي بينتج الخرائط اللي بتدرس في الجامعات اللي هي الاطلس. لكن هو موجود لو انت بتعمل ماجستير او رساله علميه، فالموضوع ده جامد جدا بصراحه. بس نروح على الكارير او سوق العمل بيقول ايه او هيودينا فين. سوق العمل هنا بينقسم الى حرب ما بين الايزري برودكت، واللي منتشر برضه وبيتسوق له جدا من الشركه او من خلال اي حد يوزر جي اس يوزر عموما. من الاغلبيه بيكونوا ايزري برودكت يوزر. طب لو حد مش فاهمني ابقى احاول ابسط المعلومه. ازري هي شركه يعتبر واكله اكتر من نص السوق في مجال نظم المعلومات الجغرافيه، فليها فروع كتيره
ليها فرع في كندا، ليها فرع في امريكا، ليها فرع في اقليمي اللي هو اللي عندنا ازري شمال افريقيا، وفي فرع في السعوديه برضو. في فروع كتيره لشركه ازري، فازري بتنتشر يعني، وهي منتشره عموما من بدايه ما انا يعني دخلت المجال، بس ازري انتشرت اكتر بشكل كبير. وكأن اللي هو خلاص الجي اي اس احتكار لشركه ازري. حتى انت لو هتشتغل، لا تعالى شغلك عندي، وهي اللي بقت ممكن واخده بروجكت كتيره جدا في السوق، يعني اكتر من مشروع في مصر. لو هتتابع السوق هتلاقي ان في شركات كتيره في السوق، ولكن شركه ازري برضو يعني واخده حوالي اكتر من 60% من السوق. هنلاقي باقي الشركات واخده التقسيمه التانيه. طب هل ازري يعني هي كل في الكل، او هي السورس اللي انا بقى هفضل اتعلمه لوحده؟ اقول لك هنا لا، ما ينفعش النقطه دي. لان ابسط حاجه، والحاجه اللي انا برضو وقعت فيها، ان بعد خروجي من فتره الخدمه العسكريه وخلصت تقريبا في من سنه ونص سنتين، من حوالي سنه بالظبط كنت خلصت الجيش. بعدها اتعينت في شركه بتشتغل بكل البرودكت بتاعها اوبن سورس، وهي اللي عامله البرودكت بتاعها. فانت كل معلوماتك عن ازري شيلها على جنب، ما اظنش ان هتكون ليها لازمه او هتفيدنا في شغلنا. و... ومن هنا اتجهت للاوبن سورس. ايه هو الاوبن سورس؟ عشان برضو ممكن يكون حد مش عارف، فالاوبن سورس هنا هو مصطلح بيتقال على البرامج اللي بتكون ببلاش. يعني ارك جي اس احنا بنستخدمه بكراك، يعني بنجيب كده زي حاجه بنشغله من غير ترخيص، ولكن يعني ازري برودكت كلها ليها رخصه، بندفع عليها فلوس، فهو بيعمل منتج بناء عليه هو عايز ياخد فلوس. سواء لو انت شركه، سواء لو انت طالب، سواء ايا كان، هو عامل حاجه عشان يكسب، واي حد بيعمل كده عموما. ولكن ايه هو بقى مصطلح الاوبن سورس؟ الاوبن سورس ده انا هعمل حاجه ممكن ان انت تعدل عليها، وممكن ان انت تعمل برودكت خاص بيك وتعدل انت عليه، واي حد كمان حابب يضيف حاجه على الابلكيشن او يخترع فيتشر او حاجه جديده مثلا تظهر في الابلكيشن ده او في صفحه الويب ديت، يقدر ان هو يعدلها او يشتغل عليها. واقدر ان انا كمان اعمل برودكت يعني ليا انا، ويكون خلاص سكيور وما فيهوش اي مشاكل، واسوق له بحيث ان برضو اشارك في السوق زي شركه ازل. فمن هنا دي الشركات الاوبن سورس. والشركات اللي بتشتغل اوبن سورس في مصر برضو يعني عدد كويس يعني. عندنا زي شركه بنتا بي، من اكبر الشركات عموما اللي ممكن نتكلم عنها، واللي عندها كميه مشاريع داخل مصر وخارج مصر كافيه ان هي تكون مش منافس لازري، بس منافس لشركات كتير اكبر. لان يعني المنافسه مش في المجال عموما كجي اي اس جنرال، لان هتلاقي عندك مثلا شركه زي هير تكنولوجي، هي برضو مركز اول بس في النافيجيشن سيستم والانظمه بتاعتها في السيلف درايفنج اللي عاملاها في دبي والحاجات ديت. فكل واحد، كل شركه مثلا في الجي اس ممكن تلاقيها بتشتغل في حاجه غير التانيه خالص، وكل واحد بيقدم برودكت غير التاني. فانت هنا هتلاقي تشتت كبير. ومش بصدمك، بس الجي اي اس كبير جدا. بعيدا عن ان يقول لك ان هو بحر او مش بحر، هو محتاج ان انت تكون مركز على حاجه معينه وما تشتتش نفسك عنها بس. ف كل ده طبعا غير برضو نظريه الجامعه. ناس كتيره برضو بتاخد النظره بتاعت الكارير ديت، وبتعمل كورسز بنسبه كبيره بتركز فيها على الايزري برودكت بس، بشكل كبير قوي، لدرجه ان حد بيدي كورسز في داشبورد وارك جي اس اونلاين والكلام ده. طب
هل انت خلاص اقتنعت ان انا لازم هشتغل بعد ما اخلص الكورس في شركة ازري؟ يعني هاو يعني ليه بس؟ ف هي دي الفكرة، ان انا لازم اعرف وافهم كويس الجي اي اس. وهي دي بقى النظرية هنا العالم كله بيشوفها، ان انت كل واحد عنده برودكت، او كل واحد عنده استخدام للجي اي اس. فانت من المعنى ده، او من اللي انا بقوله لك ده، ان او من وجهة نظري عموما، ان انت لازم تركز على حاجة واحدة، لازم تفهم الجي اي اس صح. وده برضو هتعرفه في الحتة بتاعت ازاي ان احنا نبدأ، وهتكلم عنها بتفاصيل اكتر. طب العالم شايف الجي اي اس ازاي؟ العالم زي ما قلت لك، بعيدا عن الكارير في مصر هنا، الجي اي اس عباره عن ازري برودكت والاوبن سورس، واستخدامات حسب الشركه ذات نفسها بتسوق لايه، او مين التارجت بتاعهم، الناس العملاء اللي هم عايزين يتعاملوا معاهم، واللي هيقدموا لهم البرودكت بتاعهم. هنا بقى دخلنا في منطقه الفلوس والمرتبات، وايه اللي هيتقال لك، او ايه الشغلانه اللي انت عايز تشتغلها. طبعا انا هتكلم عن اربعه بس في اكتر من كده كتير، زي شغل البري سيلز، وشغل الجي اس انستراكتور، او ان انت تشتغل كداتا سبيشالست. بس انا هكلمك عن اكتر اربعه مسميات وظيفيه شفتها في 2022 ومكمله لحد 23، ومطلوبه في سوق العمل في مصر دلوقتي. وهديك برضو متوسط السالري، يعني لان السالري برضو ما بيتحددش على اساس حاجه معينه. هو بيبقى انت بتقعد في انترفيو وبتحدده على حسب الاكسبيرينس اللي عندك، على حسب السكيلز اللي معاك، على حسب حاجات كتير جدا، ومفاوضات مع الاتش ار. وده برضو بيحتاج مهارات شخصيه اللي هي السوفت سكيلز اللي احنا هنتكلم عنها. اول مسمى وظيفي عايزين نتكلم عنه وهو جي اي اس سبيشالست. ومش عايز افاجئكم، بس جي اي اس سبيشالست مش الطف حاجه بجد. يعني هي الجي اس سبيشالست المهام بتاعته عباره عن ان هو بيقدم خرائط، ممكن ان هو يحلل خرائط، يتعامل مع الداتا. ففي المجمل بيبقى اغلب الشغل بيندرج تحت ان هو ممكن يشتغل في مكاتب هندسيه. بيبقى مكتب كده ممكن واخد مشروع محدد، بيشتغل مثلا لمده 6 شهور او شهرين ثلاثه. والسالري بتاعه في مصر، المسمى ده ما بيكونش دايما الطف حاجه لو في المكتب. انا بكلمك كمكاتب، لان وعن تجربه صحاب ليا في المجال فعلا، المكاتب انا شايفها حاجه مش الطف حاجه خالص. بتديك اكسبيرينس جامده جدا في، يعني في الصبر في تحمل ضغط الشغل. هتاخد برضو شويه حاجات هتفيدك اكيد، يعني شويه تولز هتخليك تفتح معاك على تولز تانية. بس يعني توكسيك قوي المسمى ده ان انت تشتغله في مصر، وبالذات لو في مكتب بسيط. المرتبات سيئه جدا في المكاتب. يعني في مكاتب بسمع ان بتشتغل مثلا على حسب الكيلو اللي انت هترسمه، فدي حاجات بتبقى صدمه برضو. حسب تارجت، فده حوار غريب. وما بيكونش ليهم حقوق برضو، سواء تأمينات أو حاجة. فالمكاتب مش حاجة لطيفة إلا لو أنت ممكن عايز تتدرب فيها على سبيل التجربة وتدريب ليك، أو إن أنت تاخد خبرة في الحاجة دي. المرتبات بتاعت المكاتب قلنا يعني ممكن توصل لحد أقل حاجة 3.5. 3.5 أقل حاجة بالنسبة لجي اي اس سبيشالست. وبالنسبه للجي اي اس اناليست هيكون، او اللي بيشتغل في التحليلات، الشخص ده دلوقتي
اللي بيشتغل في التحليلات ده بيقدم ايه؟ آم، اللي بيشتغل في التحليلات بيشتغل شغل اكتر شويه عن شغل الاخصائي او اخصائي نظم المعلومات الجغرافيه، وبيطلب اكتر في الشركات. شركه ايجي برو بتطلب التايتل ده، وشركه بنتابي بتطلبه، شركه ازري بتطلبه، شركات كتيره في مصر بتطلبه. والسالري ده يعني نوعا ما يعني لطيف، مش السالري بتاعه مش وحش خالص. بيكون اقل حاجه ممكن توصل 6، ده كأقل حاجة، وممكن يوصل لو انت عندك اكسبيرينس كويسة وتقلت في الموضوع ل 10 او 12 في شركات محترمة. سوليوشن انجينير. طب حد قال لي كده فجأة اللي هو ايه سوليوشن انجينير ده؟ لو هنفتكر من اول التوك اللي احنا بدأناه، كنت قلت لك انا بشتغل ابلكيشن اند اوبريشن سبورت سوليوشن انجينير. ظهر كده من حوالي سنة او سنتين في مصر مصطلح سوليوشن انجينير ده في الشغل، وناس استغربت. طب يعني ايه سوليوشن انجينير اصلا؟ وايه علاقه ده بشغلنا هنا كشغل الجي اي اس؟ فانا هحاول ابسط لك الموضوع ده بشكل بسيط جدا. السوليوشن انجينير ده شخص بيكون عنده مهارات تكنيكال ومهارات برضه سوفت سكيلز، بحيث ان هو هيبقى عارف البرودكت بتاع الشركه اللي هو شغال فيها. لايك مثلا شركه ازري، هو عارف الشركه دي بتعمل ابلكيشن مثلا معين لمثلا شركه الطيران، وعاملين الابلكيشن ده. فالسوليوشن انجينير ده بياخد من الديفيلوبر وبيقعد مع الناس اللي شغاله سبيشالست واناليزت وشغاله في البرودكت ده. تمام، احنا عندنا البرودكت في واحد اتنين تلاته اربعه، وشغال مع وزاره الطيران. انت كل اللي عليك هتبقى عارف مثلا الفيتشرز اللي موجوده او الادوات اللي موجوده في الابلكيشن اللي احنا عاملينه ده، وازاي بيشتغل، واليوزرز، وكل التفاصيل بتاعته. وهو بيوصل للكلاينت اللي قدامه الحاجات دي، وبيسبورت معاهم لو في مشكله مثلا قابلتهم فنيه، او مثلا محتاجين دوره تدريبيه حد يكون اوبريشن عليها. فهو بيسبورت مع لو في انستراكتور، ولو ما فيش انستراكتور هو برضو اللي بيسبورت الموضوع ده. فده السوليوشن انجينير. السوليوشن انجينير بيبدا اقل مرتب دلوقتي 6، وبيوصل لحوالي ممكن 12 او اكتر كمان، على حسب اللي هو بيقدمه وحسب الاكسبيرينس بتاعته والشغل بتاعه. الفرونت اند جايز ديفلوبر برضه الطلب كتير المسمى ده. فالمسمى ده هو عباره عن ان دلوقتي احنا بقينا بنعمل برودكت، فاحنا بنسبه كبيره بنحتاج حد يتعامل مع صفحه ويب. فبيكون من هنا بتظهر مسميات الديفلوبر زي فرونت اند جايز ديفلوبر، او سوفت وير ديفلوبر، او المسميات اللي كنا شايفينها في مجالات الاي تي بقت موجوده بشكل كبير جدا في مجال الجي اس. وده بيندرج نحو ان احنا خلاص الموضوع بقى آه خلاص، يعني هو مجال داخل بقى في اي تي، وداخل في ان هو نظم معلومات جغرافيه تبع الجغرافيين، وداخل في مجال ان هو هندسي، ودخل في اكتر من مجال. فرونت اند جاز ديفلوبر برضو من احدى المسميات اللي بقت موجوده في المجال. والمسمى ده بيبدا من 7.5 او 8 كسالري، وممكن يوصل معاك لحوالي 13 14. هنكمل ونقول ازاي ان انا ابدا مجال الجي اس. وهنا لازم نركز عشان اللي جاي مهم جدا. اول خطوه في الطريق ان احنا نفهم كويس الجي اس. الجي اس عباره عن داتا خام موجوده، جدول بيانات اكسل شيت، اي جدول معمول في ورقه وقلم او على الاكسل. لكن هنضيف في الجدول ده معلومه، وهي الاكس والواي او الاحداثيات
او ان انا بربط المعلومه اللي موجوده عندي دي بالمكان، واخليها من معلومه خام الى معلومه مكانيه. وده مصطلح السبيشال داتا او الداتا المكانيه. ولازم افهم كويس الجي اي اس، لازم افهم كويس انا هتعلم جي اي اس عشان اعمل ايه بالظبط. فده اتعلمه ازاي؟ ده ممكن اتعلمه من مصادر اليوتيوب. ممكن ان انا اخش على موقع اسمه بي دي اف درايف، احمل منه كتب هتفيدني في الموضوع ده، از ان هي سورس كويس ليا. وهيكون دايما الموضوع مش صعب خالص. وده بينقلني لحته تانيه مهمه لازم اتكلم فيها، وهي ان اللغه الانجليزيه اهم سلاح هتستخدمه في طريقك لو انت عايز تتعلم جي اس. بنسبه 90% من المصادر اللي انا اتعلمتها، او اكتر كمان من 90%، ممكن تكون بالانجلش. اول كورس بداته في 2016 لما كنت عايز اعرف يعني ايه جي اي اس، لما كنت لسه مقدم في اولى كليه، كان من ليندا. ليندا ده كانت منصه عاملاها لينكد ان، وده تقريبا ليندا والتطور للينكد ان ليرنينج. فكان اول كورس جي اس اخدته كان في 2016، وانا لسه كنت تقريبا في اول ترم ليا في الكليه. فكانت كل الكورس كان بالانجلش. وده كان لان مفيش مصادر يعني كتيره في ما كانش فيه مصادر كتيره موجوده وقتها بالعربي غير المصادر الاكاديميك او الاكاديميه بتاعت الجامعات. برضو من اهم الحاجات اللي لازم اقولها لك ان انت لازم تتعلم ازاي ان انت تتعلم. دي حاجه هتفيدك لقدام طول حياتك عموما. ان انت لازم تعرف ازاي ان انت تعلم نفسك بنفسك، ازاي ان انت تحط خطه وجدول لنفسك تمشي عليه. وهتلاقي كورسز كتيره، وهتكلم عنها في الجانب بتاع السوفت سكيلز بشكل مبسط اكتر. وفي النقطه دي هتلاقي ان انت لو عملت سيرش في مواقع، آه، بلاش مواقع في موقع اسمه كلاس. هجيب لكم اسم الموقع ده برضو في المحتوى. لكن لو على سبيل ذكر المواقع، موقع كورسيرا. كورسيرا مثلا منزل دبلومه كامله في الجي اي اس، وهتساعدك لو انت حابب ان انت تاخد الجي اي اس من ناحيه ان انا اعرف المصطلحات بتاعته التكنيكال والاكاديميك والموضوع بشكل بسيط ولطيف. كنا قلنا اخر حاجه ازاي ان انا اتعلم، ازاي اتعلم. والنقطه دي هنا هتفضل واقف فيها على طول. يعني كان في ناس كتيره بتكلمني عايزين كورس اوف لاين، فبساله طب ليه؟ يعني انا عامل كورس اونلاين، ويعني انت ممكن تتعلم اصلا لوحدك برضه، يعني مش مشكله. او انت عايز تتعلم ايه بالظبط؟ فبلاقي ان ممكن شخص عايز يتعلم نوع معين من الاناليزس. فانت كده في مشكله، لان مش كل حاجه هتلاقي لها دايما كورس، او مش هتلاقي لها الطريقه الجاهزه ليها. يعني في الاوبن سورس مثلا مش هتلاقي له ماتيريال جاهزه زي ازري. ازري مخدمه قوي على الموضوع من ناحيه ان انا لو قلت انا عايز، يعني لو قلت يعني ايه جي اي اس، هلاقي ازري هي اللي في اول متصدره في البحث في جوجل. وبتعرفني يعني ايه جي اي اس، وبتقول لك كل حاجه عن جي اس. بس طبعا بتحط ازري بصمتها في اي حاجه. وهي برضو ما ننكرش ان ليها عامل كبير جدا في انتشار جي اي اس بالشكل اللي بقينا موجودين فيه دلوقتي. بس اتعود ان انت تعلم نفسك بنفسك. اتعود ان انت دايما آم، تقدر ان انت تتعلم لوحدك، ما تحتاجش ان حد يعلمك. ممكن حد يتابع معاك، ممكن حد ترجع له لما تقف في حاجة، لكن مش دايما اعتمد على موضوع ان انا كل حاجة لازم اخد لها كورس وحد يكون قاعد معايا خطوة بخطوة. اهم حاجة برضو
او رابع نقطه بنروح لها، وهي احنا جبنا الماب كلها، ملوش لازمه بقى الحركات اللي كنا بنعملها. نركز على هدف واحد، وهو بمعنى اصح ان انا بعد ما عرفت الجي اي اس، فهمته كويس، عرفت اهم المصطلحات اللي في المجال، اخدت كورس مثلا، وليكن الكورس اللي موجود على منصة كورسيرا، واي ماتيريال او اي ويب سايت او اي حاجة انا بذكرها في ال- في السيشن دي، برضه هبقى اسيبها لكم على الجروب الواتساب، عشان برضه لو حد سأل. فلازم تركز على حاجة واحدة. يعني بعد ما انت خلصت الكورس وخلصت الدنيا دي كلها، ابدأ شوف الجوب تايتلز اللي موجودة في المجال، وشوف انت حابب ايه بالظبط، واسعى فيه. اسعى ان انت تعرف ايه هي السكيلز اللي لازم تبقى عندك، اعرف ايه هي الشركات اللي بتطلب التايتل ده، وحاول ان انت تتدرب فيها، او حاول ان انت تشوف آم، اي فرصة او اي شغل او اي مهارة تتعلمها، بحيث ان انت تعرف توصل للمهارة دي. وده هيساعدك جدا ان انت تعرف تحصل على وظيفة بعد التخرج. وفي ناس بتشتغل من وهي طلبة اصلا يعني. وفي برضه ناس ما بتشتغلش بعد ما بتتخرج. فهنا الفكرة في الشخص، مش في انه خد كورس او ما خدش كورس، لا، هو في الشخص عموما، وفي الرود ماب اللي هو رسمها لنفسه، وفي تنظيمه لأفكاره واتجاهاته بالظبط، هيعمل ايه وهيروح فين. برضو حاجة لازم إن أنا أتعود عليها، إن أنا أشوف الكتب اللي في المجال. مجال الأوبن سورس لما اتعلمته ما كانش فيه تقريبا كورسز كتيرة جاهزة، زي الكورسز بتاعت إزري اللي موجودة وشهاداتها مالية الدنيا على لينكد إن. آم، الكورس بتاعت إزري، ما هي إزري هتعرفك على البرودكت بتاع إزري بس. طب أنا دلوقتي لو عايز أتعلم كيو جي إس. الصوت كده رجع تاني يا شباب. نكمل الماب اللي احنا كنا بنتكلم فيها، واللي وقفنا عند اللحظة. هنكمل الطريق اللي احنا وصلنا له. آخر حاجة عايز أقولها لك برضو، اعتبار وتاخد بالك منها جدا جدا، وهي إن مش دايما هتلاقي لما هتشتغل في المجال يعني وهتبقى يعني خلاص زميل لينا بتشتغل في المجال، مش دايما هتلاقي اوبشن ان انت انا عايز اتعلم كذا فاروح اخد كورس. فده صعب شويه. في حاجات كتيره مش بتدرس في كورسز، او مش هتلاقي لها ماتيريال متوفره الا على هيئه كتاب. الاوبن سورس انا بشكل كبير حبيت ان انا اتعلمه من الكتب، سواء كيو جي اس، البوست جريل جي اس، سيكوال.
كمان في حاجات تانية اتعلمتها كشغل اوبن سورس، زي دوكر ولينكس. حاجات انا مش عايز برضو ان انا اخليك تشغل بالك بيها دلوقتي، بس اعرفها كمصطلحات، ان انت برضو مش هتشتغل على واحد او اتنين بس، او حتى الكورسز اللي في المجال دلوقتي ما بقتش بتقدم اللي سوق العمل عايزه. انت الوحيد اللي تقدر ان انت تعرف تختار طريقك، وتعرف تشوف انت عايز ايه، وهل الكورس ده هيفيدك ولا لا. السوفت سكيلز، ايه هي السوفت سكيلز اصلا؟ ويعني ممكن ناس كتير بتشوف ان السوفت سكيلز دي من ناحيتين. في ناس بتقول لك ان ده تنميه بشريه يا عم، والكلام ده بينفع الشخبطه دي؟ حد مين يشخبط على الراجل كده؟ طيب. ما علينا بالموضوع ده، ممكن يكون زهق. بس السوفت سكيلز الناس كانت بتقول لك ممكن تنميه بشريه والجو ده، لكن السوفت سكيلز هي مهارات لازم تكون عندك، ولازم تكون عندي، ولازم تكون عند اي حد. على فكره الشخبطه دي هتظهر في تسجيل الشاشه، فكفايه لعبه. بس يعني المهارات الشخصيه دي كل واحد لازم تكون عنده شويه مهارات، زي مثلا مهاره ان هو يعرف يسوق لنفسه في سوق العمل اللي هو شغال فيه. من ناحيه عندنا المجال بتاعنا، مثلا اشوف هو ايه المنصات اللي ممكن ان انا انزل عليها شغلي، واقدر ان انا الاقي فيها ناس هتفيدني او افيدهم. فين اقدر الاقي الشغل، فين اقدر الاقي فرص تدريب. آه، ازاي بقى ان انا برضو اسوق لنفسي واعرف الناس اللي في المجال ان انا اهو فلان، انا بدرس في كذا، بتعلم كذا، اتعلمت كذا، عملت كذا. كل الحاجات دي مهارات شخصية، او كل ده مهارة بسيطة، وهي مهارة ان انا اعرف اسوق لنفسي، وان انا اعرف ايه هي المنصات اللي انا آه، اتعامل بيها، زي منصة فيسبوك مثلا. في هتلاقي جروبات كتيرة، وهتلاقي صفحات بعضها طبعا بيكون هيديك معلومات مفيدة، وفي كتير جدا بيقدم برضو معلومات مضلة. فانت الافضل ليك ما تخش الجروبات، تشوف برضو الشخص اللي بينزل المحتوى ده مين هو، خبرته في المجال قد ايه، الباك جراوند اللي عنده عن المجال اصلا واصلا فين، او شايف المجال بأنهي صورة، وايه الهدف من المحتوى اللي هو بيقدمه. دي اول نقطة. تاني نقطة بالنسبة للينكد ان. لينكد ان انت بتكتب فيه كأنك تعمل سي في. عملت سي في محترم، بس بتتعامل بيه زي الفيسبوك، وبيبقى كل اليوزر اللي موجودين على لينكد ان بنفس الشكل. كلها بتبقى عامل سي في، الاكونت بتاعه لايك سي في كده، وبيبوست مثلا حاجة خاصة بالمجال فقط اللي هو شغال فيه، وبيساعد ده على انتشار مثلا المحتوى بتاعه لكل المهتمين في المجال عموما في العالم، باي كي ووردز معينة او هاشتاج ممكن يكتبوا في البوست. فالبوست ده بيسمع على كل المهتمين بالجي اي اس، او بتكنولوجي زي البيم او ايا كان. فده لينكد ان، ودي من اقوى المنصات اللي انا برشحها لك. انا شخصيا اشتغلت من منصة لينكد ان. لقيت بوست كان على لينكد ان وقدمت عليه، اشتغلت بعد طبعا اكتر من انترفيو، يعني كانوا 4. فالموضوع مش هيكون لطيف لو انت ما عندكش لينكد ان. كده انت ايزوليتد خالص عن المجال بتاعك. فتابع الشركات برضو، دي من اهم الحاجات. في مهارات تانية في السوفت سكيلز، ان انا برضو اعرف ان انا انظم وقتي، اعرف ان انا
اشتغل في فريق، مهارة زي ان انا اعرف ان انا اتعامل مع الناس، واعمل علاقة كويسة معاهم، لان دي هتحتاجها كتير لو انت هتشتغل آه، اي شغلانة عموما، لان وارد اغلب الشركات الكويسة يعني في المجال تحتاج حد بيعرف يتكلم، يعرف يسوق لنفسه، يعرف ان هو يتعامل مع العملاء، مش جاست ان هو بس هيبقى قاعد على جهاز. الا لو انت ديفلوبر، انت برنس اقعد على جهازك وزي الفل عيش. بس ما اوبشن بقى ان انت تتعامل مع العملاء ده بشكل اقوى بيكون مع الناس اللي عندها مهارات شخصية تقدر ان هي تتفاوض مع عميل، او ان هي تقدر ان هي تخلي شكل الصورة، صورة الشركة بشكل لطيف وكويس قدام العملاء. وفي طبعا سوفت سكيلز كتيرة هنتكلم عنها، وفي برضو جزء هنتكلم عنه بشكل أكبر، وهو إزاي إن أنا أسوق لنفسي في المجال، وإزاي إن أنا يعني أكون معروف إن أنا في المجال. يعني أنا دلوقتي دخلت المجال عايز أعرف مثلا آه، بشكل بسيط كده مين اللي شغالين فيه، مين اشهر الناس اللي التقال فيه، مين اكتر الناس اللي ممكن تفيدني فيه، مين اللي هيدلني، مين اللي اقدر اتدرب عنده، مين اللي اقدر اشتغل عنده في الشركة ديت. طب ايه انظمة الشركات عشان ابقى برضو عارف حقي. انا اصل انا مش ببقى متخرج بجري على شغل وخلاص، لا انت برضو لازم تعرف ان ليك حقوق وليك واجبات. ليا كام ساعة عمل هشتغلها، هل هم 8 ولا 6 ولا، وشغلك هيبقى عبارة عن إيه، ليك تأميناتك، ليك سالري معين بتستلمه كل أول الشهر، وما مالكش دعوة بقى تارجت أو مفيش تارجت الكلام ده لشركات أو مكاتب يعني بسيطة، مش نقدر نتكلم عليها بشكل إن هي شركة. دي بتبقى مجرد مكاتب بس. لحد هنا نكون خلصنا الجزء بتاع الشرح اللي كان المفروض ان انا اشرحه، وانا حزين جدا بصراحة. بإذن الله هيبقى في مرة تانية هنتقابل فيها، وبشكركم جدا ان انتوا كنتوا معايا كل الوقت ده، واتمنى ان انا اكون افدتكم بحاجة حتى بسيطة جدا. وان شاء الله هبلغكم تاني امتى المحاضرة الجاية هتكون، ميعادها الساعة كام وامتى. وشكرا جدا لمتابعتكم. مع السلامة.